بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير ان شاء الله يعني، ونكون جميعا السنة اللي جاية في احسن حال ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يرفع الغمة ويرفع الغلاء عن المسلمين جميعا. وما ننساش ندعي لأهالينا وإخواتنا وأولادنا في غزة إن شاء الله، وربنا يا رب يتم الخير على جميع الناس. أنا سعيد جدا إنك خدت إجراء وضغطت على اللينك علشان تسمع التفاصيل، لأن الشيطان يجلس داخل التفاصيل. يلا بينا أوريكم دلوقتي إحنا هنتعلم إيه بالظبط. إحنا هنتعلم نصنع أدوات رياضية. أدوات رياضية برضو محناش فاهمين، إحنا ما نعرفش يعني إيه أدوات رياضية. أنا أقول لك أدوات رياضية زي إيه؟ زي القلاوز، زي القلاوز ده الحمد لله إحنا اللي عاملينه، زي المت ده، زي واقي الرأس ده، زي واقي الصدر، زي واقي الصدر ده، وفي غيرها وغيرها وغيرها كتير. اللي انا عايز اقول لك عليه ان الصناعه دي صناعه يعني انا مش عايز اقول لك المكسب بتاعها 300 و350 وكمان و400% كمان. يعني انت هتجيب مثلا الحاجه ب 50 جنيه مش هتبيعها ب 100، لا هتبيعها ب 150، هتبيعها ب 200. هي كده، دي ميزه الصناعه. الصناعه اكتر حد بياخد اعلى قيمه مش التاجر، مش اللي بيبيع. ليه؟ انت بتروح تشتري الحاجه مثلا ب 10 جنيه تبيعها ب 11، لكن لا، المصنع غير كده خالص. المصنع بيجيب الحاجه ب 2 جنيه بيكسب فيها 6 جنيه. ليه؟ لانه بيصنع، لان هو اللي بيحط الايه؟ السعر. قبل اي حاجه بقى تعالى اما اقول لك، كان على موقع اليوم السابع خبر عايزين نشوف مصر بس بتستورد ادوات رياضيه بس بكام من بره. بصوا يا جماعه تفاصيل الخبر ده. مصر تستورد ادوات رياضيه ب 38.9 يعني 39 مليون دولار في 8 شهور، مش في 8 سنين، 8 شهور يا جماعه. يعني منها سكوتر وبلياردو. تخيلوا ادوات رياضيه بس بكام؟ ب 40 مليون جنيه، ب 40 مليون دولار. 40 مليون دولار بقى اضربهم بقى في كام؟ في 30 ولا في كام؟ هو وصل كام دلوقتي؟ 40 ولا بيقولوا حاجه و40؟ مش مشكله. انا بس عايز اقول لك بس قيمه التجاره دي، قيمة التجارة دي في مصر بس. تخيلوا في مصر بس، ما بالك انت بقى لما تشتغل مثلا تصدر بره والدنيا معاك تبقى تمام. انا متهيألي الوضع هيختلف معاك تماما يعني. ليه انت ما تكونش جزء من الموضوع ده؟ ليه ما تاخدش قطعة من التورتة دي ويبقى ليك كيان في الموضوع ده؟ لا، وكمان مش هتصنع هنا بس، هتصنع وممكن واحتمال كبير جدا انك تصدر بره كمان. طب ازاي الموضوع ده؟ الموضوع ده يتم ازاي؟ كل حاجه واي حاجه انت عايز تفهمها وعايز تعرفها انا هقول لك عليها في الدوره دي ان شاء الله. وعلى فكره انا مش عايز اقول لك ان اقسم بالله العظيم الدوره دي انا شغال عليها بقالي فتره كبيره جدا، والله العظيم فوق ال3 سنين، علشان اجمع لك المعلومات دي وعلشان اجيب لك المعلومات دي وعلشان انا مارست الحاجه بنفسي. انا جايبها لك على طبق من فضه، وعندي يقين بامر الله ان الموضوع هيفلح معاك جدا، لان مفيش حد دخل فيه الا وفلح معاه. تعالوا دلوقتي نشوف رقم 1 مميزات المهارة دي ايه. اول حاجة قليلة التكلفة وسهلة. يعني ايه قليلة التكلفة؟ انت ايه اللي انت هتحتاجه عشان تتعلم؟ مش هتحتاج اي حاجة، هي مكنة بس، مكنة وخلاص. وطبعا الخامات انت كده كده هتشتريها بالمتر، متر 2 3 على حسب ما انت اايه تحتاج. تمام؟ بقول ايه؟ المكنة وادواتها اللي هي المقص والوزرة اللي هو المتر. المكنة دي هتبقى ايه؟ مكنة صناعي. المكنه الصناعي مش مكن اللي هو بتاع الفنون الجميله، اللي هو بتاع معاهد الفنون الجميله والحاجات دي، لا، هو المكن ده. رقم 2 سهله التعلم. سهله التعلم يعني ايه سهل التعلم؟ الموضوع سهل جدا، اقسم بالله العظيم سهل جدا يا جماعه. وعلى فكره هجاوب لكم على السؤال برضو اللي انا اتسالته 513 مره، انت مكانك فين؟ يا جماعه احنا عملنا اكاديميه وفتحناها 3 شهور والناس اشتركت وجت بعض الاوقات وما جاتش، في ناس كتير ما جاتش. ليه؟ مش فاضي، مش قادر، وراه مشوار. طب وبعدين؟ فاصبح التعلم دلوقتي بقى اسهل من زمان بكتير جدا. التعلم دلوقتي بقى اسهل من زمان. انا هجيب لك الحاجه لحد عندك، هتقوم الصبح في يوم اجازتك زي الباشا تقوم تتفرج وتاخد الموضوع خطوه خطوه، بس لازم تمارس الموضوع. لان الدوره بتاعتنا دي دوره عمليه مش نظريه. مش نظريه انك هتقعد تتفرج على فيديوهات، لا، ده انت لازم تنفذ. يلا بينا بقى نشوف الايه تاني ميزه.
تاني ميزه انك انت ممكن تفتح في اي مكان. يعني ايه ممكن افتح في اي مكان؟ ممكن افتح في البيت يعني، ممكن تفتح في البيت. انا قعدت 6 شهور في البيت، ايه المشكله؟ والله العظيم. طيب يعني مش عايز اقول لك يعني الموضوع سهل جدا. ليه؟ انت كنت كل اللي انت محتاجه مكنه بس. طب انا هقول لك على حاجه، انا هوريك فيديو ان انا عملت فيه ما يزيد عن 20 سندباج، وفيهم سندباجين طولهم 180 سم و190 سم كمان، يعني حاجه كده ضخمه جدا بتاعت الجيمات. ماشي، هوريك الفيديو وهجيبه لك كامل، وعايز تتفرج عليه انزل اتفرج عليه مفيش مشكله. انا هجيب لك بس لقطه منه بس كده اوريك بس ان الموضوع بيتم ازاي وكان تم ازاي في البيت. يبقى انت دلوقتي عادي خالص ممكن تجيب المكنه في البيت. المكنه طولها 60 سم في 110، هتاخد بالظبط مترين في مترين، يعني هتاخد ركن من الاوضه زي مكتب كده بالظبط، وتقعد تشتغل زي الباشا وتتعلم انك تطلع منتج. طلعت منتج خلاص كده انت كده مش محتاج حاجه تاني. احنا قلنا ممكن تفتح في اي مكان. تبدا بالبيت الاول، هتجيب المكنه. ليه بقى؟ المكنه ما فيهاش خساره، يعني انت مش هتخسر حاجه. ليه؟ المكنه انت ممكن تجيبها وتاني يوم تبيعها، وممكن تبيعها اغلى مما انت شاريها كمان. تمام كده؟ فاحنا عايزين نكون يعني بقدر الامكان ندرك ونستوعب الموضوع ده يا جماعه. الحاجه اللي بعد كده، المجال كبير وواسع، ممكن ما يختصرش انك تشتغل هنا بس في مصر. انت ممكن تشتغل في اي مكان تاني. ممكن لو الموضوع كبر معاك وفتحت ورشة كبيرة وفتحت مصنع وجبت بدل المكنة مثلا 5 6 10 والمجال ده وسع منك، حلو زي الفل، ممكن تصدر بره. طب هل انا ممكن اصدر بره دلوقتي؟ لا طبعا، انت تصبر شوية على ما تبدأ تبقى ملم بالمهنة وبالصنعة دي وبالمهارة دي، وتعرف يعني ايه تصدير. الحاجات دي كلها بإذن الله موجودة في الكورس ان شاء الله. يعني هقول لك تصدر ازاي، لو انت كبرت اقول لك تصدر ازاي، لو انت شغال هنا هقول لك هنا شغل محل هنا تبيع ازاي وتبيع فين. كل ده سهل جدا وما فيش اي صعوبة. ايه اللي انا هنتجه ده او اللي انا هصنعه ده؟ الادوات دي انا هوريها لك واحده واحده، وهبعت لك استنباطها، يعني استنباطها كلها انا هبعتها لك شنطه، هبعتها لك شحن، ما تقلقش من اي حاجه. عايزك تطمن تماما من كل حاجه، من اي حاجه هكون متابعك كل اسبوع، هكون معاك. اي مشاكل هتقابلك ممكن تكلمني على الواتس، وهيبقى في جروب لينا كلنا، هتلاقي حد برضه هيرد عليك من الناس اللي معايا. الموضوع ما تقلقش منه خالص، وباذن الله سهل جدا جدا جدا. الموضوع ميزته يا جماعه انه مش صعب، ما هوش مجال تكنولوجيا مثلا، ما احناش هنصلح اجهزه كمبيوتر تليفونات الحاجات دي، لا. وميزه المجال ده يا جماعه ان الادوات دي بتستهلك. يعني ايه؟ يعني انت مثلا انا رايح اشتري لابني مثلا جلافز ده زي ده، مش هيقعد معاه مثلا شهرين 3 من كتر الضرب وكتر الاستعمال هيتقطع، هيجي ياخد غيره وغيره هياخد غيره. الحاجات دي شغاله جدا يا جماعه، بس الناس ما بتشتريهاش عشان غاليه. الناس ما بتشتريهاش عشان ايه؟ غاليه. يعني حاجه زي دي عدى سعرها 400 و500 و600، والله وصلت ل 1000 جنيه كمان. وخش على النت وشوف واسال في المحلات الرياضيه، قول له انا عايز قلبز نضيف هيعمل كام. ماشي، قول له انا عايز مت زي ده اللي هو صدار، قول له هيعمل كام. قول له عايز حاجه زي دي، اوكي، قول له هيعمل كام. المهم في الاخر انا عايزك تكون متاكد ومطمن ان الموضوع شيق وجميل جدا ولذيذ جدا، ومفيش احسن وافضل من كده. تمام، اتمنى اشوفك بقى الفيديو الجاي عشان اقول لك على التفاصيل كلها. مع السلامه.